لو حد اتعرض لحرق، لو هو اتعامل معاه صح من الأول هيكون أفضل نتيجة، يبقى أقل أثر. الحروق 3 درجات أساسية. الدرجة الأولى كأن حد خد ضربة شمس، راح مصيف ورجع. الدرجة التانية حد اتعرض لسعة أكبر شوية، ودي بتميز إن هي بتعمل بقاليل. والبقاليل دي لو سمحت سيبها لجراح التجميل يتعامل معاها، دي كأنها الوسائد المائية الحماية للأنسجة اللي تحتيها. فلما نشوف بقاليل محدش يضحك عليك ويقول لك إنها درجة أولى، ده درجة تانية. وليه؟ عشان خاطر لو انت اتعاملت صح مع الحروق من الأول، الدرجة التانية هتتحسن وهتخف أسرع بكتير، ومش هتتطور للدرجة التالتة. إيه ده، هو الدرجة التانية ممكن تقلب تالتة؟ أيوة. والدرجة التالتة دي هيميزها شكل مميز جدا، إن هيكون عندك طبقة لونها أبيض أو طبقة لونها أسود ببساطة، لحد ما يفحصها جراح التجميل ويقول لك هنتعامل معاها إزاي. ودي اللي التعامل معاها ممكن نحتاج فيه تدخل من أول تنظيف لترقيع أو تغطية بأي وسيلة من الوسائل، أو حتى لو كانت المساحة صغيرة والجراح اختار إن هي هتحتاج تنظيف ونجرب معاها غيارات، إلا إن هتطول عن الدرجة التانية. فإحنا ممكن نتجنب كل ده بالتعامل الصح مع الحروق من الأول. الحروق الأساس فيها مش أي حاجة أكتر من التغذية السليمة والسوائل، لأنها بتفقدنا سوائل كتير، ونحافظ على المكان ده طاهر، ما يتعرضش لأي نوع من أنواع التهيجات أو الالتهابات. لأن إحنا لما نيجي حد يتعرض لحرق وسيبنا خط الدفاع الأول اللي هو الجلد مفقود وسيبناه مكشوف، هل تفتكر ده هيخف؟ بالفعل لما بنكشف الجروح ده بيساعد على الالتئام، بس في حالة إن هي خلاص التأمت. لكن الحرق أنا فقدت طبقة الحماية اللي هي الجلد، فمحتاج إن أنا أحافظ على الأنسجة اللي تحتيها كويس. وربنا سبحانه وتعالى قال لك إحنا نحمي بني الإنسان لما يتعرض لحرق ونعمل له الوسائد المائية، ويطلع كده البقليلة دي عشان تحافظ على اللي تحتها لحد ما يتعامل معاها جراح التجميل ونروح نسأله على نعمل إيه مع الحروق. الحروق نتعامل معاها بطريقة صحيحة من الأول هتوفر علينا نفسيا وجسديا وماديا على المدى البعيد، وممكن تسيب أقل أثر، ممكن ما تسيبش أي أثر تمام.